السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتي المتقاعدين الكرام. نبدأ موضوعنا اليوم بخبر مهم بزاف راح يفرح الكثير من المتقاعدين، واللي بالذات تطبق فعليا خطوة بخطوة، يعني مش دفعة واحدة. أول حاجة لازم نفهموها، الحكومة راهي ماشية بمنهجية تسوية تدريجية، وين زيادات تدخل من الأقدمية إلى الأحدث. بمعنى أن المتقاعدين القدامى اللي عندهم أقدمية كبيرة بداو يستفادوا من زيادات بل غيرهم، واللي عندهم تقاعد أحدث راح يجي دورهم تبعا. وهذه الطريقة حبت الدولة باش تضمن العدالة وتخفف الضغط على الخزينة العمومية. كما اليوم بداو بعض الفئات من المتقاعدين القدامى يرخصوا الزيادات، وإن شاء الله تدخل كامل الزيادات لباقي المتقاعدين. وتاني نقطة، كاين أنباء مؤكدة باللي جزء من هذه الزيادات راح تدخل رسميا بالحسابات خلال الأيام القليلة المقبلة. البعض منكم شاف الزيادة دخلت بالفعل في معاشه بنسب متفاوتة حسب الفئة، والبعض الآخر اسمحوا لي، والبعض الآخر راح يشوفها بالأيام القادمة. أما بخصوص الزيادة واحدة ولا، راهي كاينة 3 أنواع من الزيادات: التأمين السنوي اللي هو الزيادة الدورية اللي تجي كل عام حسب نسبة التضخم، والزيادات الاستثنائية واللي تجي في حالات خاصة كما الوضع الاقتصادي الحالي وغلاء المعيشة، والمنحة الجزافية وهي زيادة ثابتة تمنح للمتقاعدين كنوع من الدعم المباشر. أما بالنسبة للنسب، التقارير الرسمية تتكلم على زيادات بين 10% و15% للفئة الضعيفة والمتوسطة، بينما الفئات الأخرى تستفاد من نسب أقل شوية. مثلا واحد كان يدي 30 ألف دينار جزائري راح يولي يدي تقريبا 35 ألف دينار جزائري، واللي كان يدي 50 ألف دينار جزائري يولي يدي بين 54 ألف دينار جزائري حتى 55 ألف دينار جزائري. وهذه الأرقام راهي تقريبية بصح تعكس التوجه العام. أما بخصوص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في آخر خطاباته أكد بلي سنة 2026 راح تكون سنة مفصلية وراح تعتمد زيادات إضافية في الرواتب والمعاشات. والرئيس وعد بلي الزيادات هذه مش تكون بسيطة، بل راح تكون أكثر قوة من اللي شفناها في السنوات الأخيرة. والنسب اللي تطرح اليوم دور حتى 20%. أما بمناسبة الفئات الخاصة، راهم معنيين بالزيادات الإضافية، وهم أصحاب الأمراض المزمنة. كاين مقترح قوي باش تضاف لهم منحة جديدة خاصة، لأن أكثر الناس محتاجين دعم. أما بخصوص جنود الاستبقاء اللي ضحاوا بخدمتهم بعد الاستقلال، راهم ضمن الفئات اللي راح تستفاد من تسوية عادلة. وضحايا العشية السوداء اللي عاشوا أصعب الظروف كاين تسوية جديدة لصالحهم. أما بخصوص أبناء الشهداء والمجاهدين، الزيادة الاستثنائية راح تشملهم تكريما لتضحيات عائلتهم. أما بخصوص المدير الجديد للمنظمة الوطنية للمتقاعدين، راه صرح رسميا بلي الزيادات مش راح توقف عند هذا الحد، بل راح يكون مفاوضات متقدمة مع الحكومة باش المنح الخاصة ترفع أكثر وأكثر، وخاصة منح الأمراض المزمنة ومنح الإعفاءات الضريبية وحتى دراسة إمكانية رفع المنح لأبناء المتقاعدين. ولازم نذكركم بهذه الزيادات مش راح تجي كلها مرة واحدة، وإنما بالتدريج، يعني كل شهر أو كل فصل نشوف دفعة جديدة من المتقاعدين يستفادوا حتى تشمل الجميع بإذن الله.